السلام عليكم حبايب قلبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده هنعمل مع بعض شويه عدس، انما ايه حاجه كده وهم ريحتهم بجد تحفه. الجو برد واحنا محتاجين حاجه تدفينا كده، وتغييرا شويه عن المحشي والحاجات اللي احنا بنبقى ندور عليها في الشتاء او في البرد القارس. العدس من الاكلات المفضله اللي دايما لما بنكون بره في مطعم او في مكان شيك، البوله دي او الطبق ده بيبقى بمبلغ محترم. تعالي كده اقولك على العدس بتاعنا لونه طلع حلو ازاي، وكمان ايه الحاجات اللي التكات او الحاجات اللي انت ممكن تعملها فيه. نسمي الله كده. معانا الحله بتاعتنا سخنه كده على النار، هننزل فيها بمكعبين زبده، والافضل ان احنا نحط زبده على معلقه زيت. لو عندك سمنه بلدي تبقى حاجه ايه خطيره. انا حطيت مكعبين زبده ومعلقتين متوسطين كده حلوين سمنه بلدي ومعلقتين زيت. هتقولي لي مش كتير المادة الدهنية، هقولك لا مش كتير، لان العدس الحاجات اللي احنا هنحطها فيه محتاجة تشويح، وكمان العدس هنشوحه معاهم. معانا جزرية كبيرة، معانا بطاطسية كبيرة، معانا قرن، يعني ربع قرن فلفل بارد، وكمان حاجة بسيطة من الفلفل الحامي اللي هي الشطة، والبصل بتاعنا والثوم. التوم بتاعنا صحيح، الفلفل قطعيه زي ما انت عايزه تقطعيه، البصل برضو قطعيه زي ما انت عايزه تقطعيه. لو حابه ان انت تقسميها 2 وتحطيها مفيش مشكله، لان احنا كده كده اصلا هنحطه في الخلاط او هنشتغل فيه بالهاند بلندر. هنشوحهم تشويحه حلوه قوي كده في السمنه والزيت بتاعنا. هنحط الحاجات اللي بتدبل الاول بسرعه، وبعدين ننزل عليهم بايه، بالجزر والبطاطس. هتقولي لي في حد بيحط بطاطس على العدس، اقول لك يا لهوي، بصراحه بتديلها طعم، البطاطس ذات نفسها بتدي القوام العدس طعم خطير. وهتشوفيه معايا زي ما انت شفت في اول الفيديو كده. لونه حلو، القوام بتاعه مظبوط. بصراحه ما خدش مني نص ساعه بالظبط، وعملت احلى طبق ريحته تحفه. هنحط بس حبه طماطم واحده متوسطه، لان احنا مش عايزينه احمر، احنا عايزين اللون بتاعه اصفر. تمام كده. هنشوح الحاجات دي ونسيبها تاخد من بعضها كده وتدي. احنا مش عايزينهم يتبالوا قوي لدرجة ان هما يتهرسوا، لا احنا عايزينهم يعني ايه شادين حيلهم شوية، يعني نشوحهم تشويحة بسيطة، دقيقة بس او اقل كمان من دقيقة. معايا كوباية عدس منقوع، عدس اصفر. الكوباية دي هنقول حوالي 150 جرام. حابة انت تكتري عن كده مفيش مشكلة، اللي يريحك. بس هتكتري، هتزودي الجزر، وهتزودي البطاطس، وهتزودي الفلفل، وهتزودي البصل، وهتزودي الثوم. عندي مرقة، لو عندك مرقة تمام. احنا شوحنا بس العدس مع الحاجات دي. في ناس بقى تقولك لا انا هسلق العدس وارجع ايه اضيف عليه الحاجات دي. لا انا دايما بحب ان انا اشوح العدس لحد ما يبدأ يصفر. لذلك انت اول ما انا نزلت بالمرقة لقيت الشوربة بتاعتي بقت صفرة. اشوحهم وياخدوا من طعم بعض. وزي ما قلت لك الزبده والماده الدهنيه بتوعي ما كانوش كتار، فمش موجوده اساسا. انا نقع العدس بتاعي من نقعته ساعتين في ميه عادي من الحنفيه خالص. واستوى معايا ما كملش 10 دقايق زي ما انتوا شايفين. المرقه بتاعتي كانت سخنه، والمرقه بتاعتي متبهره. عندك مرقه تمام، ما عندكيش ما تحطيش حاجه، ممكن تحطي ميه سخنه عادي خالص. تعالوا بقى نعمل العيش اللي احنا هنحطه مع العدس بتاعنا المقرمش الحلو. عندنا رغيفين عيش بلدي كده، اي عيش عندك، بس بلاش اللي هو العيش الابيض، لانه يعني ايه بيبقى ناشف قوي، انما العيش البلدي ده بقى فيه رده، بتديلك طعم حلو قوي قوي في القرمشه. قصقصيه بقى زي ما انت عايزه تقصقصيه بالمقص بالسكينه، قطعيه الشكل اللي يعجبك. معانا هنا معلقه سمنه بلدي، هدهنهم كده وبعدين انزلهم تحت الشوايه. مش حابه ومش متوفر عندك سمنه بلدي، حط زيت. مش متوفر عندك زيت وعندك زبده، هتمشي وهتبقى حلوه وهيبقى طعمها حلو. مش حابه ان انت تحطي وتدخليه تحت الشوايه، تمام. العدس بتاعي بقى قوامه زي الفل. انا شلته حطيته على في الخلاط، بلاش الهاند بلندر عشان مش متاح عند ناس كتير، وضربته بس ضربتين، وانتوا زي ما انتوا شايفين اللون بتاعه من غير اي حاجه خالص. هحط عليه نص معلقه صغيره من الكمون، وانا مش هحط اي حاجه تانية خالص. المرقه بتاعتي كانت متبهره، عليها فلفل اسود وعليها ملح. لو ما كانش عندي مرقه كنت هزود ملح وفلفل اسود. ما عندكيش مرقه ما تحطيش اي حاجه خالص، هتحطي الفلفل الاسمر بتاعك وهتحطي الملح وتشوفي الطعم مظبوط ولا لا. وادي شكل العدس بتاعنا ما شاء الله، ريحته خطيره والله العظيم بجد. اتمنى ان انتوا تجربوا الوصفه دي وتشوحوه
مع الخضار اللي احنا حطيناه، بصراحة الطعم بيفرق وبيبقى في مكان تاني خالص. لو انت وصلت معايا لحد هنا، لايك وشير للقناة وسبسكرايب، وفعلي كمان زر الجرس علشان اي اشعار او اي فيديو بنزله يوصلك. وجربي الطريقة دي بجد للعدس، هتعجبك قوي. العيش بتاعنا طلع مقرمش وتحفة وشكله حلو. يعني ايه، ما تطوليش عليه قوي في الفرن علشان ما يمررش منك. لا، حاولي كل 10 دقايق كده ان انت تقلبي فيه. وصفة ممتعة. وسلام.